يا بسنت يلا يا بسنت، طولت يلا عشان الباص مستنيكي. خلاص يا ماما، هديني جهزت خالص خالص خالص. طب يا حبيبتي حضرت الجدول؟ جدول ايه يا ماما؟ النهارده اول يوم دراسه، في جداول. ايوه صح، ماشي ان شاء الله كده ربنا يوفقك. ميرسي يا ماما، يلا باي. قوي يا بنات اللي شفتكم النهارده، احنا لينا كتير قوي ما اتقابلناش. طبعا هنتقابل فين يعني؟ ما احنا لو ما اتقابلناش في المدرسه هنتقابل فين؟ يا ترى الكلاس حد عارف دخلنا كلاس ايه؟ ايوه دخلنا كلاس ايه؟ ايه ده؟ كلاس ايه؟ ده سمعت عنه ان المس اسمها مس سناء. ايوه ده انا سمعت ان المس دي طيبه خالص خالص، كل المسات بيقولوا ان المس سناء دي طيبه قوي قوي، عشان هي كل شويه بتقول انا طيبه انا طيبه والبنات بتحبني. اكيد ان شاء الله هنحبها زي ما البنات بتحبها زي ما هي بتقول. طبعا ادام قالت ان البنات بتحبها يبقى بتحبها لما نشوف. طب يلا الجرس اتضرب يلا. هو احنا هناكل امتى؟ انت دايما كده همك على بطنك. السلام عليكم يا بنات، ولا اقول لكم خساره فيكم السلام. ايه ده؟ في ايه؟ يعني احنا دلوقتي نرد السلام ولا ما نردش؟ انا عارف يا اختي. بصوا كده من الاول تعرفوا الحاجات اللي انا بتعصب منها. يا ترى ايه يا ميس؟ انا ما احبش حد يتكلم في الحصه بتاعتي. وايه تاني؟ بس ما بتتكلمش بالطريقه دي، ما احبش الطريقه دي. وتاني حاجه ما احبش حد يسالني في اللي بشرحه، كفايه اني عارفه اشرحه. تالت حاجه اوعى حد فيكم يشرب ميه وانا بشرح، ولا يقول لي عايز اكل وانا بشرح، ولا يقول لي عايز اروح الحمام وانا بشرح. تالت حاجه كل ما اشرح حاجة هسألكم، فهمتوا ما فهمتوش تجاوبوني صح، اللي مش هيجاوب صح هعاقبه عقاب شديد. خامس حاجة هنبدأ دلوقتي بالامتحان. ايه امتحان؟ واحنا خدنا حاجة؟ هو ده نظامي، لازم اعرف انتوا كنتوا بتذاكروا ولا لا، وبتاخدوا حصص ولا لا، ويا ريت تاخدوا حصص علشان ما تعرفنيش وتقولوا لي اشرحي تاني. حاضر يا ميس. يا ماس انا ما باخدش عزة، ولازم تشرحي لي عشان انا مش عارف حاجة. اهو ده الطلب الاخير اللي ممكن تتعاقب عليه، انا ما احبش حد يوجه لي كلام اصلا. هي ايه الميس اللي كارهه نفسها دي؟ طب هي جايه ليه المدرسة اصلا؟ هي جايه تطفشنا ولا ايه؟ ايه امتحان؟ واحنا خدنا حاجة؟ ودلوقتي هوزع ورقة الامتحان. انتوا بتبصوني ليه؟ ودلوقتي هلم ورقة الامتحان. ايه ده مفيش حد حلل فيكم حاجة، كلكم صفر. طب عقابكم مش هشرح النهارده. ايه الميس الغريبة دي؟ انا ما شفتش ميس كده قبل كده. انا اللي حصل في الحصة النهاردة مخليني مش عارفة افكر. هي المس دي طبيعية وهتدينا على طول ولا ايه؟ هتدينا على طول. ريم فوقي، بلاش اسلوبك الاستفزازي ده. ايوه عايزيني اعمل معاها ايه يعني؟ خليها تتكلم براحتها، انا مش هتكلم معاكي. طب انا اعمل ايه؟ انا ما باخدش حصص ومعتمد عليها. بصوا هي لو استمرت كده احنا نروح نشتكيها للمديرة. ده هي كل شوية بتحكي عن نفسها ان هي ايه المس المثالية. مثالية ايه؟ مثالية ايه؟ ده مفترية. ازيك يا سناء؟ عاملة ايه يا مس رشا؟ انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا مس سناء. ايه اخبارك في الكلاس الجديد؟ مش عارفة اقولك ايه، البنات بيحبوني قوي، من اول ما شافوني حبوني وشكروا في شرحي ومش عايزين يسيبوني خالص، قالولي اوعي تسيبيني يا مس سناء. ايوه ما انا دايما بسمع منك ان كل البنات لما بتديهم بيحبوكي وبيفهموا من شرحك. بجد يا مس سناء انت مثال للمس المتميزة. ما بحبش حد يشكر فيا، بخاف اتحسد. لا ما تخافيش، لابسه نضاره فيها دايره كبيره قوي قوي مش هتحسدك. طيب هروح ادخل على النت اشوف وسيله جديده للشرح، انا لازم بحب اطور من نفسي اول باول عشان عيال تفهم. بجد الله، فكره حلوه قوي ان انت بتطوري نفسك اول باول. انا لازم اتعلم منك يا مس سناء. يا شكرا بنات شكرا. عملت الواجب؟ ايوه عملناه يا مس. انت يا بنت يا مي، في ايه يا مس؟ ما عملتش حاجة. انا مش قلتلك ما تشربيش في الحصه؟ طب انا عشان اعمل ايه يعني؟ هوريك تعملي ايه، هقعدك في الحمام طول السبع حصص لغايه ما جرس المروح يرن. لا انا بخاف من الحمام.
بس يا بت مفيش حاجة اسمها تخافي من الحمام، ده عقابي ليك عشان تحرمي تشربي المية في حصتي وانا منبهة. مش هروح الحمام انا بقولك. انا هشيلك واوديك الحمام واحبسك في الحمام عقابا ليكي. ماما تسحق، الحقوني الحقوني. تعالي معايا عشان احبسك في الحمام، اديني شلتك. يا مس كده غلط، لو اتكلمت تاني انتي هشيلك معاه وادخلك الحمام. لا خلاص مش هتكلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تاخد مننا ريم وتحبسها في الحمام يعني؟ الكلام ده ما ينفعش نسكت عليه. ايوه ما ينفعش نسكت عليه. انا لازم اروح للمديرة واقول لها المهزلة اللي بتحصل دي. بس انا خايفه المديره ما تصدقناش زي كل مره بنشتكي فيها المس سناء بتقول لي لا المديره لا ده المس سناء دي طيبه والاطفال بتشكر فيها، وهي مش عارفه ان هي اللي مطلعه سمعه على نفسها ان الاطفال بتشكر فيها. ما احنا اطفال دينا مش بنشكر فيها. بقول لك ايه، هو في كاميرات هنا في الفصل؟ صدقني فكره حلوه قوي قوي. تعال نبص كده. ايه ده؟ انا شفت كاميرا اهي. وانا كمان في كاميرا فوق السبوره. وادي كاميرا عند الباب الاولاني. وفي كاميرا في اخر الفصل. طب خلاص كده محلوله قوي. احنا نروح للمديره ونقول لها راجع الكاميرات وهتشوف ظلم المس سناء معانا. يلا بينا، يلا ونقول لها كل اللي بيحصل ده ونخليها تشوفه في الكاميرات. مستحيل دي تقعد في المدرسه تاني. عاملين ايه حبايبي؟ ايه ده مال وشكم متعصب ليه كده؟ في ايه؟ في مشكله اكيد. انتوا كلاس ايه بتاع مس سناء اطيب مس في المدرسه صح؟ ده انتوا معاكم اطيب مس في المدرسه، ايه اللي يضايقكم بس؟ ده اكيد يعني مهنياكم ومفرحاكم يعني، ده دلوعه خالص. يا مس المس سناء دي مس شريرة. عيب يا بنتي تقول على المس بتاعتك كده، ده المس سناء دي اطيب مس. يا مس ازاي هي اطيب مس؟ ده يا مس شغاله تعاملنا وحش وبتعاقبنا وما بتشرحش كويس وبتسلمش علينا وعامله لنا على طول امتحانات من غير ما بتشرح وعايزه ناخد دروس خصوصيه عندها علشان تكسب ومش راضيه تدينا اي حاجه يا مس ولا تشرح لنا كويس في الفصل وشغاله تعاقبنا